يعني خلاص يا اخويا، ما دام سي عبد القادر جه يبقى خلاص مش عايزين عرسان. قول له البت مخطوبه. مخطوبه ازاي يا عديله؟ بقول لك يا اخويا سي عبد القادر جه يبقى خلاص، هو ده عريس سميره. بس يا عديله انا بقول يعني انت شفت الراجل ده عشان تحكمي عليه؟ وهشوفه ليه بس؟ كفايه اللي انا سمعته عنه. دول بيقولوا عليه اكبر تاجر خردة. لا وايه، عنده بدل العمارة 2 و3 ويمكن اكتر كمان، ده غير العربيات والارض وغيره. انا بقول برضو واجب ناخد رأي سميرة. ايه ناخد رأيها في ايه؟ في العريس طبعا يا ستي. هي سميرة هتلاقي احسن من سي عبد القادر؟ يا عديلة ده راجل كبير في السن وسميرة لسه صغيرة. وماله يا سي حسين، الراجل ما يعيبوش غير جيبه. انا اتجوزت المرحوم وكان بيني وبينه اقله 20 سنة، والحمد لله عمرنا ما زعلنا في يوم ابدا. بس يا ستي الزمن اتغير والبنات دلوقتي غير زمان، البنت لازم يكون لها رأي في ايه يا سي حسين؟ اللي يسمعك يا اخويا بتقول كده يقول انك ما تعرفش البير وغطاه، ما تعرفش انا بربي البنات دول ازاي، ما تعرفش المعاش بتاع ابوهم بيكفيني انا وهم ازاي، ما تعرفش انا شايله حملهم ازاي. الحكايه كده بقى يا عديله. ايوه يا سي حسين، ايوه يا اخويا، انا عندي 4 بنات، سميره اكبر ما فيهم. البنات دول لازم يتجوزوا في يوم من الايام. تفتكر هجهزهم منين؟ هجوزهم ازاي؟ لو قدرت على جواز سميره يبقى ال3 الباقيين هعمل معاهم ايه؟ اعمل فيهم ايه؟ بس ده مش سبب ابدا يخليكي تفرضي على سميره واحد زي ده. مين قالك اني بفرض عليها؟ سميره اكيد هتنبسط لما تعرف العريس ده ورا ايه. سميره بنت زي كل البنات ونفسها تلبس وتتفسح وتعيش زي كل الناس. صدقني يا سي حسين، محدش ابدا يقدر على كده غير واحد زي سي عبد القادر. صدقني محدش يقدر على كده غيره. يعني انت شايفه ان سميره هتوافق على عبد القادر ده؟ طبعا يا سي حسين طبعا. خلاص يبقى مفيش مانع نسالها وناخد رايها. ناخد رايها؟ ايوه، انت مش وافقتي على كده دلوقتي. انا هقوم اروح لها اوضتها واسالها وهشوفها هتختار مين، اللي في الصالون ولا اللي في الصاله. استنى يا خالي. الله، استنى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده يا بنت؟ انت مش هتبطلي الدق اللي فيكي ده؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ جايه الحقكم قبل ما تسحبوا القرع. انت بتقولي ايه يا بنت؟ بقول الصاله دلوقتي ما فيهاش واحد بس، دي بقى فيها 2 يا ماما. 2؟ ايوه 2. ام زكيه جت دلوقتي حالا ومعاها واحد، وبتقولوا انه جاي يخطب سميره هو كمان. عاجبك كده يا سي عادل؟ شايف الناس اللي انت جاي هنا عشان تناسبهم؟ شايف مالهم يا ماما؟ بس حصل ايه؟ بقى ده كله بتقولي حصل ايه؟ بقى لنا يا اخويا ربع ساعة قاعدين، اللي محد جه وسأل فينا ولا عبرنا حتى، ولسه بتسألني وتقولي حصل ايه؟ يا ماما خال سميرة كان قاعد معانا دلوقتي ولسه قايم. ويقوم ليه؟ يسيبنا ليه؟ مش قد المقام يعني ولا ايه؟ ما نشبهش يا سي عادل ولا يعني ما نشبهش؟ يا ماما الراجل جاله ضيوف في الصالة وخرج يقابلهم، ما فيهاش حاجة دي. ما فيهاش حاجة يعني ايه؟ هما الضيوف دول اهم منك؟ اهم من اللي جاي ياخد بنتهم ولا ايه؟ وبعدين بقى معاك يا ماما، البنت صغيرة قاعدة قدامك، ما يصحش كده. انتوا بتقولوا ايه؟ لا ما فيش يا حبيبتي، ما بنقولش حاجة. امال بتتكلموا بصوت واطي ليه؟ شوفي اخويا البيت، انا اسمي نوسة وما بحبش الكلام بصوت واطي. حاضر يا ست نوسة، حاضر، هنتكلم بصوت عالي يا ست نوسة، من عينيا الاتنين. كلي تفاح يا طنط. تفاح؟ هو فين التفاح ده يا بنتي؟ يا ماما وبعدين بقى؟ ايه اللي قدامك ده؟ انت ما شفتوش قبل كده يا طنط ولا ايه؟ لا، ان جيتي للحقيقة ما شفتش تفاح بالشكل ده ابدا. طب خلاص كلي، دي ماما جايباها علشانكم، خدت فلوس من خالي النهارده الصبح ونزلت اشتريته من السوق. الله 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 الله، سامع يا سي عادل ولا انت السامع؟ يا ماما اسكتي بقى ارجوكي. هي ماما فين دلوقتي يا نوسة؟ ما جتش ليه يا اختي لغايه دلوقتي؟ ماما كانت بتغير هدومها. يعني جايه تسلم علينا دلوقتي يا نوسة؟ لا، ماما عندها اجتماع. نعم، اجتماع؟ احنا فين بالظبط يا سي عادل؟ ماما ما تقول. استني يا ماما شويه بس. اجتماع ايه يا نوسة؟ اجتماع مع خالي،
وانا قلت اجي اقعد معاكم بقى مادام هي مش فاضيه دلوقتي. كده عادل، قوم بينا يا عادل. الله، على فين يا طنط؟ مش لما تاكلي الشوكولاته؟ لا يا حبيبتي كتر خيرك، مش عاوزه، ما بحبهاش. الله، طب حسبي يا طنط، هتوقعي الفنجان، ده بتاع الناس اللي فوقينا. ايه كده وقعتي الفنجان؟ كده انا لقيتيها على الكرسي. هنقول ايه دلوقتي لطنط سعديه؟ هنقول لها ايه؟ انا هروح اقول لماما. يا ماما الحقي، يا ماما الحقي، يا ماما الحقي، يا ماما. مبسوط يا سعادل؟ مبسوط يا اخويا؟ يا ماما اهدي بس واقعدي، استني شويه. هستنى ايه تاني يا سعادل؟ استنى لما اصحاب الكراسي يجوا علشان ياخدوها واحنا قاعدين عليها؟ استنى لما اصحاب الفنجان يجوا يحاسبونا على الفنجان اللي اتكسر؟ انا هستنى تاني لايه يا حبيبي؟ انا مش هستنى ابدا. هستنى ايه يا ماما هنستنى لغايه لما نخلص كلامنا مع الناس اللي احنا جايين لهم. وهو فيه الناس عشان نتكلم معاهم يا سعادل؟ فين الناس دول؟ خالها وسابنا ومشي، امها مش راضيه تقابلنا ولا تسلم علينا، حتى البت المفعوصه الصغيره اللي كانت قاعده معانا سابتنا هي كمان. عادل بقول لك قوم، الجوازه دي مش ممكن ابدا تتم، ما تنفعش. قوم يا حبيبي قوم، وانا اجيب لك ستها النهارده. لا يا ماما، انا مش ماشي من هنا. مش هتمشي من هنا؟ يعني ايه كلامك ده يا عادل؟ يعني كل اللي حصل ده ما يهمنيش، انا جاي هنا عشان سميرة، جاي عشان اكلم اهلها عليها، مش همشي من هنا الا بعد ما اخلص كلامي معاهم في الموضوع ده واخد كمان ردهم. الكلام ليكي دلوقتي يا سميرة، والرأي رأيك. انا يا خالي؟ ايوه يا بنتي، الموضوع ده يخصك وده مستقبلك، وانا طلبت من والدتك ان انا اللي اكلمك فيه، وطلبت منها كمان انها ما تقابلش حد من اللي بره قبل ما اعرف رايك ايه. يا خالي انا ما تسرعيش يا سميره الا لما تسمعي كلامي للاخر. اسمعي مني الاول وبعدين قولي رايك. اتفضل يا خالي. البيت دلوقتي فيه 3 عرسان، 3 عرسان كلهم جايين طالبينك، وكل واحد فيهم فيه مميزات وفيه عيوب كمان. يعني ايه يا خالي؟ انا مش فاهمه. يعني الصالة فيها عبد القادر، وده راجل اكبر منك في السن، ما عندوش شهادات، لكن قدر يوصل للي شهادات ما تقدرش توصل له، وده تاجر كبير عنده املاك كتير، عنده فيلا وعربية ويقدر يعيشك احسن عيشة. وفوق كده عبد القادر فيه ميزة كبيرة ما تلاقيهاش في حد تاني. ميزة كبيرة؟ ميزة ايه يا خالي؟ عبد القادر طالبك بشنطة هدومك ومستعد انك تروحي له بيها فاضية وهو يملاها لك كمان. بس يا خالي ده يعني استني يا سميرة، انا مش عاوز اعرف رأيك الا بعد ما تسمعي كل كلامي. اتفضل. في الصالة برضو في عريس تاني، محمود، مهندس اتخرج من هنا وفضل انه يشتغل بره واستوطن هناك وكون نفسه. محمود ده ما يعرفش حد هنا، وعشان كده طلب من ام زكية انها تشوف له اي عروسة، ومالوش شروط في اللي هو طالبها غير انها توافق على انها تعيش معاه بره وتستوطن هناك. طيب والتالت يا خالي؟ الله، مش لما تسمعي الاول محمود مميزاته ايه؟ مميزاته معروفة يا خالي، السفر والفسحة طبعا، وزي ما حضرتك بتقول مكون نفسه هناك كمان. بالظبط كده. التالت بقى وهو ده اللي في الصالون عادل. أيوة. وده موظف صغير لكن متخرج من الجامعة، مرتبه على قده ولسه بيبتدي حياته. عادل سكته صعبة صحيح، لكن المشي فيها مش مستحيل. عادل صحيح إنسان كويس، لكن مش هيقدر يقدم لك أبدا لا الفيلا ولا العربية ولا الفلوس ولا السفر ولا الفسح. دول العرسان اللي متقدمين لك، وعاوزك دلوقتي تخرجي تقابليهم وتفكري كويس في كلامي وبعدين تقولي لي رأيك ايه. ملوش لزوم يا خالي. ملوش لزوم تفكري ولا ملوش لزوم تقابليهم؟ الاتنين يا خالي. انا خلاص اخترت. وانا خلاص عرفت يا سميرة انت اخترت مين. هو ده اللي انا كنت خايفة منه، هو ده اللي انا كنت عاملة حسابه من زمان. هو ايه ده اللي بتتكلمي عليه يا ناني؟ بقى بذمتك ما انتش حاسة باللي بيحصل ده؟ ما انتش شايفاه بعينيكي يعني؟ قصدك يعني عشان ماما بتخرج كل يوم مع ابي عادل وسميرة ويسيبونا هنا ننظف الشقة؟
يا ريت على كده وبس، يا ريت. الله، ما تقولي ايه اللي حصل؟ في ايه يا ناني؟ اولا ماما من يوم ما عادل خطب سميرة وهي ما عادش سائلة فينا خالص. كل طلب نطلبه منها لا مفيش لزوم، اختكم بتتجوز، جهاز العروسة اولى، وكلام كتير بنسمعه كل يوم. لا وايه اللي زاد بقى وغطى اللي انا عرفته دلوقتي. عرفتش ايه يا ناني؟ فاكرة القماش اللي كان خالي جايبهولنا وقال لماما ابقي وزعيه على البنات؟ ايوه فاكرة. ماله؟ ماما خدته كله النهارده وهي خارجة معاهم الصبح. خدت القماش ليه؟ هتفصله كله لسميرة. انا سامعاهم بوداني دول الصبح وهم بيقولوا انهم هيفوتوا على الخياطة في الاول قبل ما يروحوا للنجار يشوفوا الخشب. طب وبعدين؟ ده القماش ده فيه الفستان اللي كنت هفصله على الصيف. وهو فستانك وبس اللي خدوه، دول ما خلوش حاجة خالص. صدقتيني بقى لما قلتلك سميرة كان لازم تتجوز العريس الغني؟ بس ده راجل عجوز يا ناني. عجوز ولا مش عجوز احنا مالنا؟ اهو قال له كان ارحم من اللي بيحصل ده واللي هيحصل بعد كده كمان. يعني ايه؟ يعني بصراحة بقى اذا كان ده بيحصل وسميرة لسه مخطوبة بقالها شهر، يبقى عقبال ما تتجوز وعقبال ما يجي الدور علينا اكيد ما احناش هنلاقي في البيت ده حاجة تنفع لنا خالص. بالذمة ده كلام يا عالم، ده كلام. وايه يا اخويا اللي كلام واللي مش كلام؟ بس هانم عايز اوضه نوم ما تزيدش عن 100 جنيه. 100 جنيه وماله يا اخويا؟ الأوضة اللي اشتريتها أنا والمرحوم ألف رحمة تنزل عليه كانت خشب أرو أصلي مش قشرة، وكانت ب40 جنيه بس. 40 جنيه بس؟ ده غير المشال كمان. يا استهانم ده كان زمان وجبر، كان زمان. يا ماما هو ضروري يعني الأوضة تكون خشب أرو؟ اسكت انت يا عادل، انتش فاهمك في الحاجات دي. انا بقول يا اختي اي اوضه تنفع اهي تقضي وخلاص. وهي كلها اوضه نوم يا طنط، ما تفرقش يعني. ما تفرقش؟ لا بقى دي تفرق كتير قوي. عادل ابني الوحيد يا اختي، ولازم تجيله احسن حاجه. ايوه بس انا اللي هدفع يا حبيبتي. وماله يا اختي، اهو كله من المهر المدفوع يا حبتين. مهر ايه اللي بتتكلمي عليه؟ دول ما كانوش 400 جنيه لا طلعوا ولا نزلوا. اهل العروسه يا حبيبتي هم اللي بيجهزوا، والمهر ده هديه. هديه؟ هديه ايه يا اختي؟ ده حتى الشبكه ما جبتوهاش. يا ماما ما يصحش كده، ما يصحش. يسلم فمك، قولي لها يا اختي ما يصحش. قولي لها كمان ان عادل ده 1000 واحده تتمناه من غير لا مهر ولا شبكه. ماما عيب الكلام ده. قول لها والنبي يا عادل يا ابني، قول لها يا اخويا. انت ايه بتقسبني عليا من دلوقتي؟ بتوقعي بيني وبين ابني ستنتي؟ هوقع بينك وبينه ليه يا اختي؟ على ايه يا حبيبتي؟ على ايه يا ماما؟ مش معقول كده، احنا في محل. قولي لها يا سميره يا بنتي، قولي لها احسن تكون مش عارفه ولا حاجه. انا برضو اللي مش عارفه ولا انت اللي مش عارفه حاجه ابدا؟ الله انت ايه ناويه تغلطي فيا كمان؟ ماما مش معقول يا ماما كده. ما هو كده كمان مش معقول يا ابني. لو سمحت يا ماما بس انتوا جايين تشتروا ولا جايين تتخانقوا؟ جايين نشتري طبعا يا اخوي، بس اديك شايف عمايلها قدامك. عمايلي انا برضو ولا عمايلك انت؟ بس لا عمايلها ولا عمايلك، ده محل موبيليا محترم والكلام ده ما يصحش فيه ابدا. قلتوا لي بقى انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عاوزين يا اخويا. استني يا ماما لو سمحت احنا عايزين اوضه نوم تكون معقوله في خشبها وفي ثمنها وفي الحدود اللي قلنا عليها يا اخوي. ما كانش يتعز يا استهانم، ده محل موبيليا محترم مش نجار صناديق. قال لها اوضه في اللي انتوا شايفينه ده تعدي اللي قلتوا عليه بكتير كتير قوي. طيب والحل؟ طيب ما نقدرش يعني ناخدها بالتقسيط؟ نعم بتقولي ايه يا اختي؟ يا ماما لو سمحت استني بس نسمع الكلام. كلام ايه اللي انت لسه عاوز تسمعه يا واد انت؟ لا دول عاوزين يورطوك يا ابني، يخلوك تدفع القسط بعدين. انت بتقولي ايه يا ست ام عادل؟ ما بقولش يا اختي، احنا ما احناش عاوزين عصات ولا يحزنون. ليه بس يا طنط؟ هو انت لا ترحمي ولا تخلي رحمه ربنا تنزل؟ لا انت هترجعي تغلطي فيا تاني ولا ايه؟ ما هي عمايلك تخلي الواحد اللي ما يغلطش يغلط. يا ماما عيب بقى، احنا في محل. قولي لها يا بنتي قولي لها. ماما ما يصحش كده يا ماما، احنا قدام الناس. قول لها يا عادل يا ابني، قول لها شايف والدتك وعمايلها. بس لا انت تقولي لها ولا هي تقول لك.